السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اسمعوا معايا أحمد الخضري وهو ماسك الطبلة والمزمار، وبيروج للفكرة اللي هم متفقين عليها مع بعض كلهم زي ما تقول كده ايه، تافهين في بق بعض زي ما بيقولوا بالبلدي كده. بيروج للفكرة بتاعت ان خلاص الموضوع انتهى والعقوبة نزلت وخلاص، والاهلي هيرضخ ويرضى بالامر الواقع غصب عنه. بس الاول تعالوا نسمعه. في نقطة كده مش عارف هتاخدوا بالكم منها ولا لا، في اخر الفيديو بتاعت، اقول لكم تعالوا نسمعها الاول بعد كده نرجع مع بعض تاني. خلص الكلام، الموضوع خلص وانتهى. رابطه الانديه خدت قرار 3 نقط خصم من الاهلي او اعتماد النتيجه 3-0 في صالح الزمالك، وخصم 3 نقط في نهايه الموسم مع تحميل الاهلي جميع الغرامات الماليه. مشكله لغايه دلوقتي الناس مش قادره تصدق، او الناس من الاهلاويه كتير مش قادرين يصدقوا. ليه؟ عشان في قرار رابطه الانديه في اخر سطرين يقول لك في شكوى وهنبت في الشكوى، ملتزمين بقرار الشكوى ومش عارف ايه. يا جماعه يا اهل الخير، ده تنييم، بينيموا جمهور الاهلي، بينيموا جمهور الاهلي. الموضوع خلص والموضوع منتهي خلاص، ولا في اعاده ماتش ولا في ما فيش مش عارف ايه، ولا فيش اي حاجه تانية خالص هتحصل. القصه خلصت. في نفس الوقت يخلوا الزمالك وبيراميدز الناس كده خايفين من الحكم، خايفين ويمشوا زي الالف. يعني من الاخر موضوع ماتش القمه خلص. زي ما سمعتوا كده، كل ده ترويج لفكرته وفكرة الناس اللي هم على شاكلته، يعني اللي هم اللي بيطلعوا يطبلوا ويزمروا في الإعلام ويبثوا السموم والفتن. فأقول مشجعيهم هم، مش فأقول مشجعين الأهلي، الحمد لله. بس في تركة كده قالها في آخر الفيديو، هعيدها لكم تاني برضو عشان تسمعوها. اسمع معايا الزمالك كده. وبيراميدز الناس كده خايفين من الحكم، خايفين ويمشوا زي الزمالك وبيراميدز خايفين من الحك، وبعد كده رجع عدل الكلمة. الحكام كانوا يقولوا الحكام. سبحانك يا رب، مهما تقعد تداري وتعمل، ربنا بيطلع لما بيحب يطلع الحق على لسان صاحبه بيطلعه، حتى لو غصب عنه، حتى لو في ايده ان هو كان يعيد الفيديو تاني ما ينزلش الفيديو ده. بس ربنا اراد، عايز انه يكشف نواياك السوداء السيئة، ان انت عايز تروج. اضغط، ده انك اضغط على التحكيم، اضغط على الاتحاد، اضغط على الرابطه عشان دني. ويا ريته بيضغط لنفسه. يعني هو لو بيضغط لنفسه كنا هنقول ده حق مشروع ليه وحق، انما هو بيضغط لبيراميدز اللي راح دفع له فلوس بنتايك عشان يدنك ثابت على موقفك وتدنك في وش الاهلي وانا ابقى بعيد عن الصوره. كل ده كلام معروف، وكنا محذرين منه من بدري من زمان قوي. انا كنت عامل فيديوهات بحذر من الموضوع ده، ودايما طول عمري انا رايي الازلي ان دايما الزمالك بيدور على حد حليف ليه عشان النقطه دي بقى. عشان النقطه دي يعني، بص انا هقف لك في وش الاهلي، ولو العقوبه اتلغت انا هطالب بالانسحاب وهقعد اعمل لك في مشاكل عشان انت تاخد الدوري، مش عشان انا اخد الدوري. وده عار في عهد حسين لبيب السوري. حسين لبيب السوري اللي هم المفروض ياخدوا صورته بس كده يحطها في المكتب ويقعدوا الباقي. بيجيبوا بقى شويه المنتجين، لجنه الانقاذ وشويه المنتجين والخمرجي على راسهم من فوق كده، يقول لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه. بعد ما كنا بنقول ممدوح عباس اللي بيحكم، حتى كمان ممدوح عباس ما عادش بيحكم. اللي قاعد دلوقتي على راس القايمه واللي في دماغه ان هو دماغه مترتبه ومتكلفه عشان انا كنت محترف. انت ما عمرتش في نادي على بعضه سنه، توحد الله. تخش النادي ده تطلع بمصيبه، تخش النادي تطلع بمشكله، تخش ماشي كنت لعيب تقيل مفيش مشكله، يعني كنت لعيب فروت تقيل كويس، مش هننكر. والا طبعا ما كنتش رحت انديه اوروبيه، مش هننكر. بس ما عمرتش في نادي. ليه ما عمرتش في نادي؟ مش من ناحيه اللعب، ما عمرتش في نادي عشان العقليه. عقليتك، العقليه غير عقليه محمد صلاح تماما، غير عقليه مرموش تماما. انت كان كل اللي في بالك الحريم والشرب والتنطيط والفسح وبتاع وخلاص. بس دي عقليه واحد يلا بلاش نقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.